كرة القدم أحداث تتجدد، ولهذه الأحداث ذروة هي كلاسيكو العالم ريال مدريد وبرشلونة. وهنا الأحداث لا تدور فقط داخل الملعب، بل تشغل العالم من أقصاه إلى أقصاه كحنين وشغف يعود إلى الواجهة مرة أخرى مع كل مباراة. الأمور هذه المرة لم تكن قابلة للأخذ والرد، ولم تكن للتفاصيل الصغيرة كلمتها داخل الملعب. ومن بدأ مطمئنا وواثقا هو من استحق معانقة الفرح والكأس، تاركا الخصم مع أحلام مقيدة اليدين لم يحررها تشافي، ولم يخرجها ليفا إلى حيث تريد رغم تسجيله لهدف رائع في الشوط الأول. لقاء فضائي آخر حكمه مدريد بأقدام فينيسيوس، التي زارت الشباك مبكرا لمرتين ثم زيارة ثالثة من علامة الجزاء، وشاركه رودريجو الاحتفالية بتسجيل الرابع ليتوج الريال بلقب السوبر، وكملك لا يتورط بالأحزان كثيرا. وهذا ما يؤكده موقعه في الدوري الأسباني ودوري الأبطال، وما فعله أمام أتلتيكو ثم الغريم التقليدي برشلونة. كان الثار هدفا للميرينجي بعدما حدث في نسخة العام الماضي، فتجاوز الهدف وقدم كل ما يمكن، وأخذ بأيدي مشجعين إلى ساحته الملكية بكل مشاعر الرضا والفرح. فينيسيوس والرقم 7 عنوان لقصة قصيرة في أحداث الفوز الكبير. صاحب الرقم 7 سجل عودة قوية لقائمة الأرقام، وذكرنا بأمجاد الرقم 7 بعد أن استطاع أن يحقق الهاتريك في 39 دقيقة، بدأها في الدقيقة السابعة، وكأنه قد اختار هذا الرقم ليهديه لنجم آخر في المدرجات كان يحمل نفس الرقم في ريال مدريد، ثم احتفل بطريقة رونالدو المعتادة. تختلف الأمكنة والأزمنة وتختلف أسماء البطولات، والريال هو الريال، ملك العودة وسلطان الحسم، يأخذ الأحداث إلى مساحة الاطمئنان والانتصار بحسمه المبكر أو بعودته المتأخرة. الليلة الكبيرة ابتسمت للملك بتحقيق لقب السوبر، لكنها لم تنتهي هكذا، فهناك هدية أخرى للميرينجي ومشجعيه قدمها ألميريا بتعادله مع جيرونا، وهو ما قد يمكن الريال من الانفراد بصدارة الليغا.